هيا قلنا مرحبا بكم. يوم في الأيام، يوم يوم خميس 12 أكتوبر 2022، باش نطرح عليكم على بركة الله حكاية. ذات يوم من أيام الشتاء هاك الزمان، ذات يوم من أيام شتاء ذاك الزمان، دخل طالب وسيم عليه الهمة والوقار مطعم فاخر من مطاعم المدينة، وهو من عادته ما هواش من رواد المطاعم. النهار هذاك المكتوب والصدف أتت به لهاك المطعم، أخذ له ركن من أركان المكان وجلس وبقي يترقب النادل. ما هي إلا لحظات حتى وقف أمامه رجل منهوك القوى يحمل بيده طبق، وفوق الطبق ورقة المأكولات. ما أن شاهد الشاب الوسيم حتى تبدلت وتغيرت ملامحه وتقاسيم وجهه، وأراد المسكين الانسحاب، فلمحه الشاب وأدرك في الحين من يكون مدرسه في الثانوي. نعم، معلمه في الثانوي. استغرب ولم يصدق ما شاهد. نزلت دمعة خفيفة من عيناه، مسحها خلسة واحتراما لمشاعر من سيخدمه، لمشاعر معلمة. تمالك الشاب نفسه وأجاب بألم: ألست الأستاذ محمود؟ ألست الأستاذ محمود؟ هل نسيتني يا رجل؟ هل نسيتني أم ماذا؟ أنا سامي. نعم، سامي تلميذك النجيب. أما زلت تتذكرني؟ أما زلت تتذكرني؟ أما زلت تتذكرني أم غابت عنك ملامحي؟ مسح الأستاذ نادل المطعم جبينه من العرق المتصبب عليه وأجاب، والغصة تملأ فؤاده الحزين، والغصة تملأ فؤاده الحيران. نعم، تذكرتك. عاشت الأسامي يا سيد سامي، عاشت الأسامي يا سيد سامي. كيف حالك يا بني؟ أظن أنك
تخرجت أو على وشك التخرج، سنين مرت، من يقول سنلتقي. وضع الأستاذ الورقة على الطاولة، وضع الأستاذ الورقة على طاولة تلميذه والنجيب. ذكرته بأيام خلت حين كان يجتاز الامتحان لتلاميذه ويوزع عليهم الأوراق. رفع الشاب رأسه بخجل وقال: سيد محمود، هل تركت التدريس وخيرت عليه خدمة المطاعم؟ كيف طوعتك نفسك ورضيت أن تكون نادل وخباز المطعم؟ مسح محمود النادل والأستاذ دموع تساقطت على غفلة من أمره، وقال: مش بخطري يا ولدي، مش بخطري. كان بودي أن يكون مع تلبتي، كان بودي راني في مدرستي، أما ايش تحب تعمل ترى؟ لهنا نكون كملت معاكم الورقة الأولى، وملتقي بكم في الورقة الثانية إذا سهلت القدر.